أفاد عميل استخباراتي إسباني سابق بأن المغرب لديه مشروع غير معلن لاستعادة سبتة ومليليا وجزر الكناري، وهذا المشروع لن يتوقف، مضيفا أن المملكة المغربية لديها دبلوماسية حكيمة ومثابرة للغاية، وتتفاوض بشكل ماهر وغير متسرعة، ولديها القدرة رهيبة على التحمل والصبر والانتظار. لذلك تجدهم بين الحين والآخر يراسلون رسائل إلى الحكومة الإسبانية من قبيل فتح الحدود والهجرة واتفاقية صيد الأسماك. واعتبر الجاسوس السابق فرناندو سان أوغستين في حوار مع الموقع الإعلامي الإسباني فوزو بوبلي أن المغرب لن يكتفي باعتراف إسبانيا بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية، لكونه يؤمن بحقيقة أن الحكومة الإسبانية ضعيفة، مشددا أن إسبانيا ليست مثل فرنسا، أي ليست لديها رغبة دائمة للتدخل أو التعليق على شؤون الجيران، وبالتالي حكومة الأراضي الإيبيرية ليست لديها دعوات للهيمنة على الإطلاق.